شو الطبخة الطيبة اليوم يا ماما؟ والله يا غزل، اليوم رح أعمل لك أكلة كتير طيبة وصحية ومفيدة بنفس الوقت. جميل، شو هي؟ سودة الدجاج أو كبدة الدجاج. أطيب من هيك ما في. ورشة دبس الرمان على الوجه وحامض يا غزل، رح تاكلي أحلى سودة دجاج ممكن تدوقيها. يلا يا غزل نفوت على المطبخ لحتى نحضر أحلى سودة دجاج. وهلأ رح أحط رشة كبيرة من زيت الزيتون بهيدي الطريقة مثل ما عم بتشوفي يا غزل. ايه صح، حطينا زيت زيتون. وهلأ عندي حبتين كبار من البصل، قليهم بهيدي الطريقة لحتى يدبلوا البصلات عندي، وبضلني قليهم هون مثل ما عم بتشوفي يا غزل. ايه صح. وهلأ عندي حصين من الثوم بحطهم فوق البصل وبقليهم، بضلني قلي البصلة بحركها، بضلني حرك البصلة لحتى تدبل مثل ما عم بتشوفي. من بعد ما دبلت عندي البصل يا غزل، عندي سودة الدجاج انا منظفة ومغسلتها بخل اكيد، وهلا بحطها فوق البصل وبصير حركها بهيدي الطريقة مع بعضهم. بحرك البصل وسودة الدجاج مع بعض، بنحركهم مع بعض كلهم. اكيد لحتى يندمجوا مع بعضهم مثل ما عم بتشوفي. صح. وبتعطينا فوائد كتير اكيد كتير مفيدة سودة الدجاج مثل ما عم تشوفي يا غزل. ليكي منظرها. واكيد يا ماما لما منغسلها بالخل ما بتزنخ ابدا. صح. سودة الدجاج بالعكس بتنضف اكتر. و بدها تكون طريقتها كمان كتير يعني بدقة. وهلا حطيت معلقة طعام من الملح، وعندي 7 بهارات، ومعلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة بابريكا. وهلا عندي هون فلفل اسود كمان معلقة صغيرة مثل ما عم بتشوفي يا غزل. بحركهم كلهم مع بعضهم. بهار الكاري فيها يا غزل بيعطي طعم كتير طيب بقلب السوداء. اكيد السبع البهار، الفلفل الاسود، بس طعمة البهار الكاري بيعطي كتير طيب، طعمة طيبة كتير. مثل ما عم بتشوفي يا غزل بخلط البهارات مع السوداء مع البصل بقلب بعضهم بهيدي الطريقة. واكيد هلا هيدي بحالي يا الشكل كتير غزل طيب. بغطيهم لحتى يستووا. ومثل ما عم بتشوفي هون يا غزل حطيت رشة من الحامض، وعندي عود من القرفة، وعندي ورقتين من ورق الغار، بيعطي طعم كتير طيب بقلب سودة الدجاج. اكيد مطيبات يا ماما حطيتها بقلب سودة الدجاج. بشم الريحة انت. شايفي يا غزل ريحة البهار كيف طلعت؟ شايفة يا غزل؟ البهار بياخد دور شامي كبير بالاكل. هالريحة؟ اكيد البهار بياخد دور كبير كتير بالاكل. اكيد. ومثل ما عم بتشوفي يا غزل اكيد رشيت رشة آه، دبس دبس الرمان. الرمان صغيرة بقلب السودا. وهلأ من بعد ما خلصت يا غزل عم عبيها بالصحن مثل ما عم بتشوفي. رشيت رشة من الحامض وحطيت على وجهها دبس الرمان. هلأ حطيت على وجهها دبس الرمان ورح تاكلي أطيب سودا يا غزل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك وبالشير وبالاشتراك، لأنه تعليقاتكم الحلوة كتير مهمة لألنا.